اكس النادي الاهلي مطلوبين في نادي الزمالك، محمد شريف، احمد عبد القادر، بيرسي تاو، الثلاثه مطلوبين في نادي الزمالك في الموسم الحالي بيحاولوا يفاوضوهم. محمد شريف اول واحد، اسهل حد ممكن تقول انه ينتقل لنادي الزمالك، لعيب حر. الزمالك محتاجه كمهاجم، في نفس الوقت محمد شريف سايب الموضوع ده كله لحد ما يشوف الكلام مع الاهلي هيوصل لحد فين، وهو قال الاولويه للنادي الاهلي. هنا النادي الاهلي اتكلم مع محمد شريف قبل كاس العالم والموضوع وقف لحد العوده من كاس العالم، هيفتح كلام تاني او لا لسه هنشوف الايام الجايه هتجيب ايه وهتقول ايه. في نفس الوقت عندك احمد عبد القادر، جناح قوي جدا مميز مهاري، الزمالك محتاجه في المكان ده بشكل قوي جدا. لكن الغريب الزمالك عاوزه ازاي؟ يعني انا مش قادر افهمها، لان احمد عبد القادر عقده ممتد مع النادي الاهلي ومفيش شرط جزائي، فانت كده هتتكلم في ايه عشان تاخده في الوقت الحالي؟ ما فيهاش غير انك انت تتكلم معاه في بيع وشراء مع النادي الاهلي، والعلاقات الحاليه او السابقه ممكن تجيب ولا ما تجيبش. كان في بدايه الموسم او في بدايه الكلام بين الكابتن حسين لبيب والكابتن خطيب والعلاقات الطيبه، كان ممكن نقول نشوف صفقه زي كده، الله اعلم. اما الحاليه والعلاقات الحاليه تحس الكلام كده مش عارف هيوصل لحد فين، وبرضه الايام هتبين لنا الدنيا توصل ازاي. في نفس الوقت اخر حد بيرسي تاو، بيرسي تاو لعيب جناح مميز جدا جدا، بيلعب ناحيه اليمين، ودي كجناح مش موجود كتير في الدوري المصري بشكل مميز الا اذا كان في الاهلي او في بيراميدز، وفي نفس الوقت ما حدش فيهم هيسمح لك انك تاخد لعيب في المكان ده لان ملوش بديل تقريبا في الدوري المصري. مشكله بيرسي تاو مع نادي الزمالك هي حاجه واحده بس، هو انه السن الكبير، في نفس الوقت الراتب العالي جدا. اللعيب جاي له عروض من جنوب افريقيا لكنه رافضها عشان الراتب ضعيف. مشكلته بقى مع نادي الزمالك في الراتب والسن، هي دي اللي موقفه الدنيا لحد دلوقتي. باختصار انت بتتكلم هنا شريف ممكن يكون موجود في الزمالك لو الاهلي ما كملش معاه والموضوع خلص على كده. واحد زي عبد القادر الزمالك عاوزه لكن عقده ممتد مع النادي الاهلي فغالبا مش هيكون موجود. بيرسي تاو مشكلته مع نادي الزمالك السن والراتب العالي. هنشوف الدنيا هتمشي ازاي، هنشوف اللي هيحصل ايه، هل الكلام ده ممكن يحصل فيه مفاوضات فعلا وتتم ولا الكلام في الهوا كده وخلاص.